اقول لك على اسرار ممكن تخلي الناس تقول لك نعم، من كتاب سيكولوجية الاقناع لروبرت سايلديني. واحد، المعاملة بالمثل. الناس بتحس انها ملتزمة برد الجميل للاشخاص اللي قدموا لهم الاول. ممكن تطبق ده من خلال تقديم الهدايا او تقديم الخدمات قبل طلب شيء في المقابل. اتنين، الالتزام والاتساق. والاتساق دي يعني الناس بتبقى عندها رغبة قوية في عدم التناقض مع عاداتهم ومعتقداتهم، وبالتالي ممكن من خلال انك تدمج طلبك ده ضمن ما تلتزم به الناس من عادات ومعتقدات في شكل جزء صغير، يبقى من المتوقع انهم يدعموا طلبك. ثلاثة، الدليل الاجتماعي. الناس بتحب تعمل حاجة اللي كله بيعملها. لو قدرت تقنع وتبين قد ايه الموضوع ده طبيعي وليه شعبية، هيتقابل بالقبول. أربعة، السلطة. الناس بتميل لطاعة شخصيات السلطة او اللي عندهم خبرة في مجال معين، سواء من خلال حد في السلطة او بالتأكيد على خبرتك في المجال ده هيسهل عليك انك تتقابل بالقبول على طلبك. خمسة، الاعجاب. الناس بتتأثر باللي بيحبوهم وبيحترموهم. لو قدرت تنول اعجابهم وقدرت تحصل على حبهم واحترامهم وقدرت توطد علاقتك بيهم، في الغالب طلبك هيتقابل بالقبول. ستة، الندرة. الناس بتقدر الحاجات النادرة والمحدودة. ده ممكن تطبقه في حل لو قدرت تخلق الشعور والتصور بمحدودية ما تقوم بعرضه. سبعة، التباين. الناس بتقيم الحاجة بناء على مقارنتها مع اللي جربوه قبل كده. لو تقدر تقدم خيارات اقل جاذبية قبل الخيار اللي انت عاوزه، ده هيخلي طلبك يظهر بشكل افضل. 8، الوحدة. الناس بتتأثر بالحاجات والاشخاص المشابهة ليهم. لو قدرت تخلي طلبك متوافق مع الهوية والشكل بقدر كبير، هيتم الموافقة على طلبك. 9، النداءات العاطفية. الناس في الغالب عاطفيين اكتر من كونهم عقلانيين. لو قدرت تلمس مشاعرهم ورغباتهم، في الغالب هتحصل على ما تريد. 10، التآطر او الأطر. انك تقدم معلومة بشكل كبير على ادراكه، وتقديم المعلومات بالطريقة دي وتسلط الضوء على الفوائد او التقليل السلبيات هتنول الموافقة على طلبك. 11، التمهيدي. الناس بتتأثر بالمحفزات اللي بيتعرضوا لها قبل اتخاذ القرار او الاجراء، والتحفيز هنا هو ربط الطلب بمواقف او اشياء او توقيت تساهم في الموافقة على طلبك. 12، التنافر المعرفي. الناس لما بتحس انهم مشتتين او في خلل في معتقداتهم او قيمهم، بتحس بالتناقض العقلي، وده بيسبب عدم الراحة. لو قدرت توعي الناس بالتناقضات في معتقداتهم او سلوكياتهم وبعد كده تقدم حل بالموافقة على طلبك،